ايه بقى كنت مستني ايه؟ كنت بتحلم عادي يا عم، من حقك. كنت بتتخيل وعامل شويه سيناريوهات في دماغك كده، من حقك برضه. بس الواقع برضه من حقه اللي هو يصدمها. انا كنت من الاغبياء اللي قبل الماتش اللي كانوا بيقولوا استحاله السيناريو بتاع السنه اللي فاتت يتكرر تاني. الاربع تجوان اللي جم السنه اللي فاتت دولت مش هيتكرروا، خلاص احنا اتعلمنا من غلطاتنا. استحالة السيناريو بتاع السنة اللي فاتت يتكرر تاني، الأربع تجوان اللي جم السنة اللي فاتت مش هيتكرروا، خلاص احنا اتعلمنا من غلطاتنا. لو جينا كده قبل الماتش، كان في التدريب كان انشيلوتي كده كان ليه لقطه بيقول احنا عايزين نتماسك بس 25 دقيقه. 25 دقيقه هنعاني جامد قوي، احنا عانينا كده كده، بس ايه نتماسك. في الاخر بقى اكتشفنا ان احنا محتاجين حد يمسكنا واحنا بنتماسك بجد. والله يا رجاله، الواحد اول مره ما يحتاجش سكريبت. طب ايه؟ طيب مستنيين اطلع اشتم في انشيلوتي؟ طيب اقول مدرب جبان؟ طب جبان. طيب لو مدرب تاني كان هيعمل ايه؟ كان هيجيب صفقات؟ والله ما كان هيجيب صفقات برضه، كان هو هيكمل بنفس السكواد. انت بقى عايزنا ايه؟ هسيب السكواد اللي مضروب بالجزمه حرفيا واسيب الاداره؟ بريز اصلا هو بريز اللي في الصوره عموما يعني، وكل حاجه من دماغ بريز، واجي بقى امسك في الطرف الغلبان اللي هو الجبان اللي انتوا بتقولوا عليه. طب تمام، وبعدين طيب لو جبنا مدرب تاني بنفس اللعيبه كان هياخد حاجه السنه اللي فاتت؟ ما اظنش اصلا. معلش والله يا رجاله، انت بتشجع فريق لو انت كسبت بطوله زي كاس الملك مثلا ولا كاس السوبر ولا اي بطوله كده، الفريق ده جامد ومش هنحدث فيه ولا هنعمل فيه اي ابديت. بصوا اللعبه دي هتكمل 3 4 سنين، هنستسلم للواقع اللي احنا فيه. يا عم احنا محتاجين تغيير، محتاجين تغيير مدرب برضه، مفيش مشكله عادي. ما الكوره مش عاطفه، ما انا مش كل فيديو اقول الكوره مش عاطفه واجي انا اقول مثلا لا انشيلوتي يكمل. لا يا معلم، غير. طيب تمام، هتغير بقى هتعمل ايه بقى؟ هتجدد اللعيبه المنتهيه ديت؟ هتعمل ايه بجد؟ هتكمل بنفس السكواد؟ هتروح تجيب بلينجهام وخلاص كده؟ انا عايز بقى بجد بصراحه ايه امنيه حياتي، هات لي مدرب كده ما يلعبش كروس ومودريتش وكارفاخال ومندي وبنزيما، وانا يا معلم معاك. حتى اقسم بالله لو هنجيب موسيماني ومش هيلعبهم انا موافق. هو في ايه؟ انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ نركن بقى انشيلوتي على جنب دلوقتي، تمام يا عم؟ بص اقول لك حاجه، مهما كنت بتفهم كوره او ما بتفهمش كوره، ما تخليش حد يقنعك اللي خط وسط ريال مدريد من بعد 2019 خط وسط محترم بجد. والله بيضحكوا عليك وبيضحكوا علينا. ابسط حاجه بقى ايه؟ هاجي انتقد الكروز دلوقتي، تمام؟ اقول يا سلو موشن وبتاع وتغيير ملعب شمال يمين يمين شمال، ايه الجديد بقى؟ وسلو موشن في الجري وفي الخطوه وفي كل حاجه. واحد يقول لي يا معلم ده كان احسن واحد فيهم النهارده. انت متخيل الجمله؟ احسن واحد فيهم النهارده؟ يعني الثلاثه ميتين بجد. كان معايا واحد صاحبي واحنا بنتفرج على الماتش، كروس كده جري في الشوط الاول كده 2 3 متر وجريهم بسلو موشن كده، قال لي واو الكرييتيف ده، مش متعودين على كده بجد. واحد تاني يقنعك يقول لك ده بيهدي الريتم يا صاحبي، بس هو طبيعي كده لو بيحب يهدي الريتم ويعمل قلق في الملعب. والله العظيم بيضحكوا عليك، انت غلبان كده. ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كروس منتهي من 2018، بنزيما طول عمره منتهي ما عدا موسمين، تمام؟ ورجع من شهر 8 اللي فات صدق. قعدت اقول عليك الفيديو اللي فات كريم سردينه وبتاع واتشتمت، ما علينا يعني يا عم، ربنا يسامحكم، تمام؟ مودريتش هو اللي فيه شويه بصيص من الامل، بس 38 سنه فخلاص برضو يعتبر خلاص. اللي مضايقني بقى والحاسس في نفسي، لا سيبك كده كده، كارفاخال الله يرحمه ومندي الله يرحمهم برضو، كده كده ما لهمش علاقه بكره القدم. اللي مضايقني بقى بجد فالفيردي من بعد كاس العالم، مش عايز اقول انتهى، الواد لسه صغير، بس في الدوحه ما جاش من قطر بجد. عجبه اجواء الدوحه بقى هناك، والجماعه هناك بصراحه بياكلوا وبيلعبوا وبيتسلوا، ما بيلعبوش كوره. هو عجبه النظام، رجع على نفس السيستم، ملوش علاقه بالكوره. انا لميت لك حاجتك كلها في الشنطه دي، عايزك تشوف حته كده تقعد فيها. واحد بني ادم معدي كده بقى هيجي يقول لي ايه بقى؟ احنا كنا بنقابل فريق قوي، سكواد قوي، خط وسط قوي بيضغط، مهاري، هجوم قوي، هالاند، دي بروين، ناس كتير. انت لازم فريقك هيعاني. طب يا معلم خد بقى التقيله. لا خد التقيله انت، ما انت اكيد بتتفرج على الماتشات. انت بتعاني قدام فياريال، قدام برشلونه، قدام اشبيليه، قدام فالنسيا، قدام غرناطه، قدام اوساسونا كانت بتفشخك عادي، مش مهم. كل الفرق ديت يا معلم انت بتعاني قدامهم. ايه بقى؟ بنخلص من المعاناه امتى؟ لما الموسم بيخلص. اي خط وسط يا رجاله اخف واسرع وامهر، احنا كده يعتبر في عداد الموتى خلاص، يا نخسر يا نتعادل بالعافيه. الفريق بقى هيروح من انجلترا ان شاء الله كده ويهدوا ويناموا ويطلعوا الصبح يتدربوا عادي، مفيش مشكله عادي، تمام؟ وحليني بقى على شهر 6 الواد بلينجهام يجي، ولا الباك الشمال بتاعنا اللي احنا مودينه اعرض، نسيت اسمه بصراحه، ما علينا، يجي بس يا معلم. انت السكواد بتاعك زي الفل، مش محتاج حاجه. ولو هيطولوا يجددوا الماريانو دياز هيجددوا له، هيعملوه ولاد وسخه ويعملوه. أولاد الكلب يا شباب، أولاد الكلب يا شباب. يلا بقى يا رجاله، ايه اللقطه اللي بتيجي بعد كل ماتش بنخسره وبنتعادل فيه؟ المراكز اللي ناقصانا بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم كده. حارس احتياطي، باك يمين، باك شمال، واحد خط وسط. لا خط، بص لو انت هتجيب باريلا تمام، لو في اي بصيص من الامل تجيب باريلا هات واحد خط وسط خلاص. لو ما فيش وهتجيب بلينجهام، انت محتاج كمان واحد خط وسط معاه. هاف رايت، مهاجم. طب ايه بقى بجد؟ والله فين السكواد بتاعنا لما احنا بنقعد نعد كل المراكز دي؟ ده احنا غلابه، اقسم بالله غلابه، الله يرحمنا بجد. الفيديو بيخلص وما قلناش حاجه في الماتش تقريبا، مش هنقوله اصلا، ما هو كان شويه شخاخ الكروي والزنا التكتيكي اللي بيحصل ده مش هينفع نتكلم عليه. لا هتكلم بقى على غلطتين من كامافينجا وتوني كروس في الجول الاول والثاني، ولا هتكلم بقى على كريم بنزيما. تقريبا كريم بنزيما في الماتش استلم الكره قول مثلا 9 مرات، 3 مرات بيسنتر، دي بساط صح الحمد لله ما تقلقوش،
ومن 9 مرات دول فيهم 13 ميس باص، وفي الاخر بقى يروح جاي عادل التيشيرت بقى وطالع من الملعب في اخر الماتش ويضرب فيها الكاريزما ويشد شنبه كده ودقنه لورا. وانا زعلان يا معلم، انا ادائي كان زي الزفت. يا عم انت طول عمرك خرا وزعلان عليا عشان بقول عليه سردينه. طب سردينه سردينه سردينه، اعملوا لي بلوك. وعليكي وعلى ريحتك المصننه. بجد والله يا رجاله الحمد لله، يعني الواحد يعني 24 سنه خبره بسيطه كده في كره القدم، مالهاش علاقه بخبره اصلا ولا باي خرا، ما علينا. يعني هي بتبقى نظره تمام. اكتشفت ان كره القدم ما ينفعش تبقى بالعاطفه بجد. كل مره بقول مش بالعاطفه، الا اللي بيشجعوا ريال مدريد بيمشوها بالعاطفه. يلا بقى عشان نقوم ننام محروقين الدم كالعاده تمام، ومفيش حاجه جديده. نتقابل بقى في شهر 7 8 لو بالصفقات هنتقابل واحنا مبسوطين، لو ما فيش صفقات نلغي بقى القرار اللي مش عايزه تكبر دي. اشوفكم الفيديو الجاي على خير، سلام.